بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى شيء برمضان هو الفطور، والفطور بعد الأذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالفطور بأكل التمر، والمثل القدسي يقول أو الحديث القدسي يقول: لا يجوع أهل بيت عندهم التمر. التمر والنخل له دور كبير في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فمن ضمن الأمثال نتطرق إلى أمثال كثيرة بالعشرات. لا بيد جمرة ولا بلسانه تمرة، ما يعرف التمرة من الجمرة، يبيع خرمة ويشتري تمر، هم اثنين نفس الشيء، يقولوها للإنسان اللي ما يعرف يتصرف. دود التمر من ذوبي على الله وخلال الطوش، هاي نقولها للإنسان اللي ما يحب يشتغل. يعني تمر اللي أكلته نواب عبي، يعني أنا أعرف كل شيء أنت تسوي، مبينات مثل قسبات العبد، يعني أمور واضحة مثل تمرات العبد، هاي نكسانة وهاي مو نكسانة. قصة لطيفة جميلة عن هذا المثل. بغداد مبنية بتمر، فلش وكل خستاوي، كل يومين وهزي تمر يا نخلة، النخلة العوجة ثمرها عالجيران، ما يتوالم الصخل والنخل، والنخلة ما تطيح من ضربة فاس، اكو واحد غلطته مغفورة واللاخ فوق النخل منشورة. مثل من أمثال أخرى كثيرة. بلسانه تمرة وبإيده أبرة. النخيل مثل ما قلنا العراق كان بيه 30 مليون نخلة. التمر السعودي مئات الأنواع، كله طيب حلو، سكر جميل، أنواع كثيرة. حبيت أن بالأخير أذكر أنه بالقرآن الكريم تم ذكر التمر والنخيل في 20 موقع، من ضمنها في سورة النحل. أيضا يعني التمر ما يخلو منه بيت، وبمواد يعني فيتامينات عالية ورقيقة جدا. فأختم الموضوع بأكل هاي التمرة.